يعطيكم ألف عافية من مركزية دشتورة البقاع. ببداية الحديث بدنا نحكي بنقطة وهي مهمة كتير لتعرف الناس إنه الدولار عم ينسحب من السوق لما يكون في مركزي ارتفاعا وانخفاضا. كيف يعني؟ كلنا بنتذكر لما كان دولارنا تحت 30 من 27,000 لل40,600. شو اللي طلعوا لهون؟ المركزي كان عم يسحب دولار طيلة هالفترة لوصل سعر الصرف لهون. طبعا بغض النظر عن شركات المحروقات اللي دخلت مؤخرا، كلنا بنعرف ايمتى دخلت، ما صار لها شهر بالسوق او اكثر، والشركات الاخرى بالسوق السوداء. لهيك نحن عم نحكي بالتأثير الاكبر لمصرف لبنان وشركاته اللي عم تسحب دولار من السوق. فلهيك لما بلش مصرف لبنان سحب دولار من تحت 30,000 وصولا لل40,600، أنا حبيت أحكي بهالنقطة كرمال يمكن ناس تقول طيب مصرف لبنان صار له شهرين عم يسحب دولار من السوق. السحب هيدا كله طبعا زاد من احتياط مصرف لبنان، كلنا بنعرف هو بالأرقام، من فترة بعتنا لكم إياها على تليجرام، بالإضافة لاحتياجات الدولة من اعتمادات كهرباء وقمح وغيره وغيره. فكل هالسحب كان لتغطية كل احتياجات الدولة. ونقطة تانية هي زيادة الاحتياط. طيب بعد فترة بيصدر بيان عن مصرف لبنان، كلنا بنعرف من أسبوعين، لكن من بعد هذا البيان شفنا ارتفاع مجددا بسعر صرف الدولار. طبعا من الأسباب اللي أدت لارتفاع بسعر الصرف مش بس عدم تشكيل حكومة أو اختلاف ما بين الأطراف السياسية أو طرد نائب حاكم مصرف لبنان، أيضا في سبب كل يوم عم نكتشف شيء جديد، وهو فتح اعتمادات للكهرباء. كلنا بنعرف وعم تسمعوا على الأخبار أنه رئيس الحكومة طلب من حاكم مصرف لبنان تأمين اعتمادات للكهرباء على الأقل تصير تيجي 10 ساعات بالنهار. طيب من 15 يوم من وقت التعميم أو أكثر لليوم والسحب مستمر، بس كرمال الناس تكون عارفين شو عم بيصير. هيدا السحب استمر حتى بالنزل. انتبهوا، تتذكروا وقت التعميم لما طلع حتى وهو عم ينزل السوق كان في سحب. اسألوا كل العالم اللي كانت بالسوق ولاحظوا معي، كان يهدى السوق للحظات يرجع ينزل، يهدى السوق للحظات أيضا يرجع يكفي نزول. ضل فترة هيك، وضل على فترة 3 أيام استمر السحب. شو اللي خلى هذا الشيء يصير؟ أنا رح أقول لكم شغلة وحدة. كلنا بنتذكر إنه إيران عرضت على لبنان فيول مجاني، هبة بضوي لبنان وكهرب لبنان على الأقل لمدة 6-7 شهور. لكن للأسف اللي منع هاي الهبة أمريكا، لأنه نحن باختصار بعدنا تحت قانون قيصر. هلأ حجمه ممنوع على لبنان حدا يساعده، ممنوع على لبنان حدا يسانده، انت معرض للعقوبات. اي هبة بتجي من اي دولة ما بدنا اياها فانت يا لبنان معرض للعقوبات مين ما كان يكون. استجرار الكهرباء من مصر والاردن ايضا كمان ليش معلق؟ وين؟ على اساس من 15 يوم و20 يوم راحوا سافروا، اذا بتتذكروا الرئيس مئاتي ووزير الطاقة ايضا ما في شيء. كله هيدا لانه باختصار عقوبات علينا مستمرة. ممنوع على لبنان المساعدات، ممنوع على لبنان الكهرباء. باختصار اللي صار يا اخوان، خلينا نرجع على الوضع الداخلي. اللي صار لما امريكا حطت فيتو على الهبة الايرانية او غيرها، صار في نقاش انه لازم نضوي على الاقل 10 ساعات كهرباء للناس. هيدا النقاش ضل فترة ايام ليجي وقت يتفق عليه رئيس مئاتي مع حاكم مصرف لبنان والرئيس بري. كلنا بنتذكر اخر فترة طلع الرئيس مئاتي عند الرئيس بري واعلن من هونيك انه اتفقنا على تأمين اعتمادات للكهرباء. طبعا هيدا الاتفاق ما بيحصل اذا محاكم مصرف لبنان موافق عليه. لهيك انا حبيت احكي بكذا نقطة كرمال نكون فكرة. بنزلة
34,800 المرة الماضية. هيدا التأمين للاعتمادات تم السحب من وقتها، بغض النظر عن تأثير الحكومة وتأثير طرد نائب حاكم مصرف لبنان، كله تكون مع بعض. يعني إذا كان لازم يطلع سعر الصرف لسحب اعتمادات للفيول لازم يطلع 37 38، ولكن تأثير الحكومة أيضا وتأثير طرد نائب حاكم مصرف لبنان وصلنا لل40 وما فوق رجع. هلأ بغض النظر عن اللي راح، البعض عم يسأل انه اعتمادات الكهرباء هل يا ترى انسحبت ولا لا؟ انا بأكد لكم رياض سلامة سحب من يوم كان دولارنا 27,000 وصولا لل40,600. حتى لما عمل تعميم مصرف لبنان، اسألوا كل اللي بدكم اياه، كان عم يسحب هو وعم ينزل السوق. حتى لما رجع طلع السوق من 35 لل40 ايضا كان عم يسحب هو، كان للأسف عم يسحب من تحت الطاولة، على أساس هو طلع بيان وقال أنا طلعت برات السوق. طبعا ما في يرجع يطلع بيان يقول نحن رجعنا دخلنا على السوق يا جماعة وما توخزونا، عزنا شوية دولارات. أكيد ما في يعملها. لكن أنا الأكيد أنه بس يطلع رياض سلامة مجددا من السوق، أنا أكيد مجهز بيان، مش بشرط يقول أنا طلعت من السوق، ما هو بالأساس طلع هذا البيان، لكن البيان القادم إن شاء الله الأكيد أنه رح يكون له تأثير كبير وهزة كبيرة بسعر صرف الدولار. وما حدا يستبعد أنه رياض سلامة سحب دولارات بما فيه الكفاية من اعتمادات للكهرباء، بالإضافة لدولارات لاستخدامها عبر صيرفة، يلي هي رح تكون هزة كبيرة بسعر الصرف. لكن يا أخوان، أنا بالفترة السابقة بعتنا لكم على التليجرام على القناة، قلنا لكم إنه محتمل نشوف رقم جديد قبل أي تعميم أو قبل أي نزلة. هيدا الشيء قلناه من كم يوم. لكن يا أخوان، ما حدا ياخد هيدا الكلام عبرة. التعميم لما بده ينزل ما بيسأل على أي رقم، لا جديد ولا قديم، لكن نحن عم نحكي بشكل منطقي وعملي بسعر الصرف. لكن بس يصدر تعميم مهما كان الرقم جديد قديم بينزل من عندها ساعتها. لكن نحن دايما بنحكي بشكل عملي، بنحكي بشكل منطقي بسعر الصرف عمليا وعلميا. أنا بدي أقول شغلة وحدة كمان كرمال ما أطول عليكم. أنا صراحة إذا لقينا في فرصة ربح 2000 ليرة قبل التعميم أو قبل النزلة الكبيرة، إن شاء الله رح نخبركم إياها قبل بوقت. إذا لقينا هيدا الشي مناسب لكل حدا كأنه بيشتغل يومي أو حتى رصيدك كامل. إذا نحن لقينا في فرصة ربح 2000 ليرة، رح نقول للناس فوتوا سكروا دولاراتكم، الدولار ممكن يطلع لرقم كذا. فلهيك يا أخوان، إذا لقينا هاي الفرصة متاحة قبل النزلة وقبل ما تشتروا على 34 وال31، رح نقول للناس عندكم فرصة ربح 2000 ليرة، إذا بتحبوا تفوتوا فيها تفضلوا اشتروا على رقم كذا وكذا. طبعا ما عم بحكي هلأ، لكن عم بحكي في حال صارت منحطكم بالجو. لكن نحن عم نحط احتمال، ما حدا ياخدها انه والله فكرة وبدها تصير، بنحط احتمال. اذا لقينا هالفرصة بنخبركم اياها، لكن كونوا اكيدين وكونوا على يقين وعلى ثقة بحسن شتورة انه منه مشريكم دولار واحد فوق 34,000 وهيدا الشهر. لكن اذا لقيت الفرصة مناسبة لفرصة ربح تزيد رصيدكم، ليش بدنا نقول لا؟ اكيد رح ننصح الناس. بكل الاحوال ان شاء الله ما تجي هالفرصة، وان شاء الله تجي فرصة 10,000 فرض ضربة وبلا 2000. نحن دايما بنحط احتمالات كرمال نفيد الناس، لكن خلي كل شيء على وضوح كرمال اذا في حال صارت هاي الفرصة، كرمال ما تستغرب الناس تقول ليش عم تنصح الشراء على هيك ارقام. فخلي الارقام لوقتها. نحن طبعا عم نحط فرضيات، ما عم نجزم، ما عم نقول 100%. فان شاء الله يطلع التعميم وكل الناس بتشتري مش 34، 30 وما دون كمان. فبإذن الله
النزلة قادمة لا محال منها ولا مهرب منها، حتما قادمة، ما في بحث بهذا الموضوع. نقطة أخيرة بدي أحكي فيها اليوم. أغلب الناس، أنا امبارح ذكرت إنه صارت فل دولار. البعض بيسأل شو بيعني هيدا الشي؟ رياض سلامة عم بيحملهم؟ أنا بقولكم شغلة وبأكد عليكم إنه رياض سلامة آخر هم من حامل دولار ومين حامل ليرة، لكن لصالح رياض سلامة إنك أنت تحمل دولار، لأنه بس ينزل تعميم بدولاراتك هن بينزلوا السوق، بدولاراتك ودولار غيرك ودولار الصراف فلان وفلان، هاو الدولارات هن بينزلوا السوق. مش بحاجة رياض سلامة ساعتها ليكب دولار بالسوق كرمال ينزل، لكن كون أكيد لما كل الناس تحمل دولار، لما ينزل تعميم رح ينزل 10,000 ليرة، لأنه ما في حدا يشيل عنهم، كله معروض السوق وكله موجود. لما بلش ينفقد اللبناني، واسألوا اللي بدكن اياه من كل معارفكن اللي بيشتغلوا بالمصلحة، اللبناني بلش ينفقد من السوق، هيدا بيعني انه اللبناني عم ينسحب من تحت الطاولة مثل ما كان ينسحب دولار من تحت الطاولة. فكونوا اكيدين اذا مصرف لبنان ما ضخ دولار بالسوق، السوق رح ينزل بدولارات الناس يلي حملتها بالتعميم القادم. لكن أنا أكيد أي ارتفاع قادم لسعر الصرف، أنا أكيد إنه الدولارات اللي بدها تنسحب رح تنكب بالسوق السوداء، وقريبا جدا إن شاء الله هيدا الشهر. طولتوا بالكم كتير وصبرتوا كتير، لكن رح يكون الربح بالآلاف وفرحتكم رح تكون كبيرة، أنا أكيد من هيدا الشي. وتذكروا كلامي، يعطيكم ألف عافية.